السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الطاهرين إلى يوم الدين، والعن أعداءهم الضالين المضلين. اليوم يا أخواني أبغى أتكلم عن التوحيد. كثر الكلام من المخالفين عن التوحيد وخلطوه بالشركيات، وأصبحوا يعتقدون بناء على عقولهم الفارغة أنهم ما يقومون به هو التوحيد. نقول بسم الله الرحمن الرحيم: التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، يعني بمعنى البسيط أن تعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا، أي تفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة محبة وتعظيما ورغبة ورهبة. ومن هذا التعريف للتوحيد قسم أحد العلماء في القرن الثالث أعتقد، وأنا أتكلم الآن من ذاكرتي، هو العلامة الشيخ محمد بن إسحاق بن مندة، قسم التوحيد إلى 4 أقسام. على فكرة هو أعتقد أنه ولد في عام 310 هجري. قسم التوحيد إلى 4 أقسام في كتابه التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد. طبعا قسمها إلى 4 أقسام، لكن المشهور أنه قسم إلى 3 أقسام. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الناس: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. أنا اخترت هذه الآية لأنها آية بسيطة ويستطيع أي شخص عامي أن يفهم ماذا أريد أنا أصل إليه. فعندما نقول قل أعوذ برب الناس، هنا نقول عنه توحيد الربوبية. ملك الناس هنا توحيد الأسماء والصفات. إله الناس هنا توحيد الألوهية. طيب، ما معنى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات؟ توحيد الربوبية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والتيسير والرزق والصحة والعافية. يقول الله سبحانه وتعالى عن نفسه: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. طيب، وتوحيد الألوهية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، بأن لا يتخذ الإنسان مع الله أحدا يعبده ويتقرب إليه. يقول الله سبحانه وتعالى في خطابه عن أهل الكتاب: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الناس. هذه المقطع الأخير في الآية هذا موجه للشيعة. أما توحيد الأسماء والصفات فهو إفراد الله تعالى بما سمى به نفسه وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، أي أننا نثبت ما أثبته وننفي ما نفاه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ونقول كما قال عز وجل عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إخواني، مشركي قريش كانوا يؤمنون أن هناك خالق. إذن بماذا أشركوهم؟ أشركوا بتوحيد الألوهية. هذه مسألة خطيرة، يسأل الناس كثيرا: لماذا قسمتم هذه الأقسام؟ توحيد الألوهية، الربوبية، والأسماء والصفات. أنا أقول لتوصيل الفكرة إلى العام، لأن الشرك مسألة خطيرة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هل تعلمون أن مشركي قريش يؤمنون بوجود الله؟ يعني توحيد الربوبية عندهم تمام، يعلمون أن الله هو الخالق والرازق المدبر، لكنهم أشركوا مع الله سبحانه وتعالى في توحيد الألوهية. ويقول الله سبحانه وتعالى عنهم، ويقول هنا سبحان الله وتعالى عنهم الآية: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. لكن في آية أخرى تقول استغربوا منها، يعني أنه هناك توحيد الألوهية: أجعل الآلهة إلها واحدا إن ذلك لشيء عجاب، إذا ما أخطأت في الآية أعتقد هي هكذا. طيب، هناك كثير حتى من شبابنا لا يستطيع التفريق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، ويجهل الكثير وهذه مسألة خطيرة. فالواجب على كل مسلم أن يميز الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. فالإله يطلق على كل معبود بحق أو باطل. يعني مشركي قريش كانوا يطلقوا على الأصنام إله وسموه بالإله. ولهذا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمشركي قريش: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. نعم، فقالوا هم ماذا قالوا في القرآن الكريم؟ الله سبحانه وتعالى وصف على لسانهم: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب.
وأما لفظ الجلالة الله فلا يطلق إلا على الله العظيم. فلو عرف مشركو اليوم، هنا أوجهه للشيعة، أن معنى لا إله إلا الله أن لا معبود بحق في الوجود إلا الله، فمعنى لا إله نفي لجميع المعبودات الباطلة، وإلا الله إثبات للمعبود الحق جل وتعالى. فلو عرفوا هذا المعنى وعرفوا أن ما يأتون به لأوليائهم وساداتهم وقبور صالحيهم من الذبح والنذر لهم أو التبرك بتراب قبورهم أو الصلاة إليهم أو الطواف بأضرحتهم أو طلب المدد والعون منهم أو حتى بالحلفان بأسمائهم هو تأليه لأولئك الصالحين، والإلهية لا تصلح إلا لله سبحانه وتعالى، وأن قيامهم بذلك يعتبر من الشرك الأكبر الذي يجعل صاحبه خالدا مخلدا في النار. كثير من الشيعة يسألنا من أول من قسم هذه، ويقول أتحداكم أن تأتوني واحد في القرن الثالث الهجري. نعم، نقول هو أنا على حسب ذاكرتي وعلمي ودراستي أقول أن ما أول من قال في تقسيم التوحيد واستنباطه هذا التقسيم من القرآن الكريم هو العلامة الشيخ الحافظ محمد بن إسحاق بن مندة، ولد في 310 هجري وتوفى في 395، وأعتقد كان كتابه التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد، وقسمه إلى 4 أقسام. وهنا في نهاية التسجيل هذا أنا أوجه سؤالي للشيعة: كيف قسمتم التوحيد إلى 7 أقسام؟ والله حتى 7 أقسام مضحكة، وأعطيكم 20 سنة من الآن للإجابة على هذا السؤال، بشرط أن يكون بحديث أو بآية قرآنية أو عن معصوم. وإذا الله أحياني أفتح البث بعد 20 سنة وأسمع إجابتكم، وإذا لم أكن موجود سوف أكتب في وصيتي لحفيدي أن يفتح البث في مثل هذه الساعة بعد 20 سنة ليسمع منكم الجواب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.